دي ألذ طريقة هتجربوها للتشيكن وينجز، مشوية في الفرن وتتبيلتها سهلة قوي ولذيذة وتاخد معاكوا دقايق بالظبط في تجهيزها. يلا بينا نبدأ. علشان أجهز التتبيلة حطيت بصل وتوم في الكبة، استخدمت كيلو ونص من الأجنحة عليهم بصلتين كبار وأربع فصوص من التوم. بعد كده ضفت عليهم بقى الصوصات، هنا عندي باربيكيو صوص وسويت تشيلي صوص، 4 معالق من الباربيكيو ومعلقتين بالظبط من السويت تشيلي ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة ومعلقتين من الكاتشب، عصير ليمونتين وبابريكا وتوم باودر وشوية من الكمون والفلفل الأسود ومرقة دجاج فورية، وممكن تستبدلوها بتوابل فراخ. كل الحاجات دي حطيتها في الكبة وخلطتها كويس لغاية لما بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما غسلت الأجنحة كويس جدا وشلت منها كمان القطع الرفيعة اللي بتبقى في الآخر دي، حطيت عليها بقى كل التتبيلة وضفت كمان شوية من الزيت، ممكن زيت زيتون وممكن زيت عادي. خلطت بقى كل التتبيلة دي مع الفراخ واتأكدت ان كل قطع الفراخ اتغلفت كويس بالتتبيلة. انا سبتها في التلاجة تقريبا نص ساعة وممكن تسيبوها اكتر من كده كمان لو حابين. بعد كده دخلتها فرن ساخن على درجة حرارة 200 لغاية لما تستوي، وفتحت عليها كمان الشواية تاخد اللون الحلو ده. بعد كده خرجتها من الصينية في طبق التقديم، والصوص بقى والتتبيلة اللي نزلوا منها دي هي دي اللي هنحطها فوق التشيكن وينجز، هتديها طعم ولمعة ولون خطير. وتخلوه كمان على جنب عشان اللي عاوز يزود من الصوص. ولو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش اللايك والشير.